اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بارك لنا فيه. السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشني من الفيديو اللي فات للفيديو ده. تحت بقى الحيوان دي كان تحت وحش جدا. مسكته نضفته وجبت له قش بتاع علف بتاع تبن نضيف، وعملت مليت له بقى السقاية، غسلتها له ومليتها له وغسلت حطيت له علف على طول كده. يعني مثلا بكنس له يوم ويوم كده، يعني عشان زي ما انتوا عارفين كده بقول لكم، يعني لازم يبقى تحتهم نضيف وكده، بالذات الحيوان الصغير يعني. الحمد لله، ربنا يبارك لنا فيه يا رب. آه، دي بقى النهارده بقى، يعني الحيوان دي بالذات يعني عايز نظافة، عايز مثلا تحافظ عليه من البرد، ت... يبقى قدام منه نضيف وميته نضيفة. العلف بتاعه بحط له ناشف والمية بتبقى ناشفة. ورحت بقى علفت الحيوان دوت برضه، دي البط بتاعنا الكبير والوز اللي هو عند الدوار ده. بس النهارده يعني عندنا ظروف كده، كان عندنا ناس جاي لنا يعني وكده، ما لحقتش ان انا اصور لكم الحيوان كله. صورت بس الحيوان دي والحيوان الصغير بس مش اكتر. وهنروح بقى نعمل الفطار بتاعنا، عشان زي ما انتوا عارفين بقى نعمل فطار حلو برضه. هنقلي بطاطس، هقشر بطاطس واحمرها، وكنت جايبه بيض برضه هسلقه. نعمل فطار، نفطر الاول وبعد كده نشوف هنتغدى ايه، والدنيا هتمشي. وقبل ما نخش على الفيديو بتاعنا كده، بشكركم من كل قلبي، وربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا تعليقاتكم الحلوه. وبشكركم كمان على اللي انتوا بتقولي سلامتك، الله يسلمكم، والله العظيم ما تحرمش منكم ابدا، والله ما تحرم منكم ابدا بجد يعني. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله انا بخير يعني. كنت بشتغل بقى بجهز في الغدا بتاع الفطار، لقيت الكهرباء قطعت. إيه اللي عندنا المطبخ ضلمة خالص، يعني لو الكهرباء بتقطع بيبقى ما بشوفش حاجة بصراحة يعني، بتبقى الدنيا ضلمة كده. سلقت بيض بقى، وعملت بطاطس وكان عندنا عسل أسمر وجبنة وقشطة وجبنة حادقة وخضار، وكان فطار زي الفل بالهنا والشفا اللي كان يا رب. ما كان ما يرسي يمرحي. انا خالفه النهارده، مش عارفه اتكلم خالص، صوتي رايح. انا مش عارفه صوتي بقى متغير في الفيديو بقى، ولا يبقى، ولا انا حاسه اللي هو متغير. مش عارفه بصراحه. بقول لكم يا جماعه، انتوا دلوقتي يا جماعه عشان تكونوا مع بعض، احنا اخوات يعني، والله انتوا احلى اخوات ليا في الدنيا، ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويخليكم ليا. انتوا امارات، اي والله العظيم. واللايك يا جماعه، لايك لاختكم بقى كده، حط اللايك الجميل كده لاختكم. ربنا يخليكم يا رب ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. اللايك بس والتعليق الحلو اللي بيشجعني، التعليق بجد بجد، التعليق هو اللي بيشجعني. ليه بقى؟ بيبقى في كلام حلو كده، بتشجعوني بالكلام بالحاجات دي. ده الفطار بتاعنا اهوت يا جماعه. شفت تحمير البطاطس حلو ازاي، زي الفل. والبيض بقى والجبنه الحادقه وزي العسل. هنعمل بقى غدا ايه النهارده؟ حذروا فزروا، هنعمل غدا ايه؟ ولا فراخ ولا سمك ولا لحم ولا اي حاجه. بطاطس مسلوقه وبيض برضو. عايشين في البيض النهارده، دي يوم البيض يا جماعه، يوم العالم ده. وكان عندي بقى حته قشطه كده، احطها بقى تسيح بقى سمنه، اوريكم بقى اعمل السمنه بتتعمل ازاي والحاجات دي. لسه بقى ما انا قلت لكم بقى اللي انا بعنا الجاموسه، بعنا البقره وجبنا جاموسه. كانش عندي، ربكم الحق، ما كانش عندي زيت ولا كان عندي اي حاجه في البيت خالص، كانت الزيت خلص. وعايزه طبعا احمر البطاطس. قمت قايله ايه، كان عندي حته قشطه كده، قلت بقى امسكها سيحها، حطيت عليها نقطه ملح صغيره كده، ومسكتها سيحتها. توطي عليها بقى لما تغلي كده، تقوم موطيها عليها عشان تعمل معاك سمنه، لان انت لو موطيتش عليها مش هتعمل معاك سمنه، هتشط منك. او هتفور، ممكن القشطه بتفور، فاهمني؟ زي اللبن كده، لكن الزبده ما بتفورش. عملت البطاطس بقى، حطيتها السلق دهيت، وامسكها اقشرها. تمسكها تقشر البطاطس وهي سخنه، لان البطاطس لما بتسقع بتجرمز، ما بتبقاش سهله معاك في التقشير، لكن وهي سخنه كده بيبقى تقشيرها سهل وبتاخدش منك وقت. لو انت مثلا كسرت وسبتيها اما بردت، ما ينفعش خالص، بتقوم جايه مجرمزه، وتيجي تقشريها بتبقى القشريه لازقه في البطاطسايه. بحب بحب اسلقها بقشرها، مش بحب اقشرها واسلقها، لان القشريه دي بتبقى ماسكاها يا حبيبه قلبي. يعني مثلا انت اما تقشريها وتسلقيها بتتهرى منك، لكن انت ما تخرطيها، تغسلها غسيل حلو وتمسكيها تخرطيها بقشرتها وتسلقها بقشريتها.
القشرة دي بتبقى ماسكة البطاطساية، ما بتتهرش منك ولا بجرى لها اي حاجة، فاهماني؟ بتبقى حلوة قوي. لكن في ناس بقى بتمسكها تقشرها، ما بتبقى، انا ما بحبش اقشرها بصراحة، بحب اقشرها بعد ما اسلق. وبعدين كلها نعمة وفضل من عند ربنا، الحمد لله. هنعمل بقى شوية رز بتوعنا الحلوين، وشوية البطاطس بتوعنا المقليين كده، وبطين بقى، والحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا. وهقلي البطاطس بقى بسمنة بلدي زي أيام زمان، أيام أم وأمك كده، أيام الخير يعني. عايزة أفتكر من أيام زمان، الأيام الحلوة دي بجد يعني. بقول لكم، ده طبق البطاطس بتاعنا الجميل. آه، نعمة يعني. البطاطس غالية مش رخيصة يعني، والبيض غالي برضو يعني. احنا دلوقتي عاملين أكلة اقتصادية. بصوا، ما تعلقوش بقى على كلام أخلص النهاردة، اوعوا تعلقوا على كلامي، لأن في لسان الله التخال. أكلة عادية يعني، مش فيها تكليف ولا فيها حاجة، بس مكلفة والله، أقسم بالله مكلفة. يعني شوفوا البيض بإيه بقى، والبطاطس بإيه وكده يعني. بس الحمد لله أنا عندي البيض بتاع الفراخ البلدي دي، بيض بلدي. وعندي البطاطس في البيت يعني، برضو ما اشتريش بطاطس، لأن جايلي كده من عند إخواتي. ربنا يبارك لي فيهم يا رب، ويخليهم لي ويخليهم لكم ويخلي لكم اخواتكم يا رب، ويبارك لكم فيهم. والحمد لله والشكر لله على كل حال يا رب. القشطه اهي اتعملت سمنه اهي. آه، فضيتها في البرطمان، في البتاع اهيت، في الرطل يعني. فضيتها في الرطل. هحمر بقى العجوزه، اديها تحميره كده، عشان ايه؟ تبقى شكلها حلو. لكن لما تكون بيضه كده ما تبقاش حلوه في الاكل. لكن لما تكون حمرا يا حبيبه قلبي بتبقى حلوه، فاهماني؟ احنا بنحبها حمرا عامه يعني. وهمسك بقى الوقت اقلب اشهد ان لا اله الا الله، اشهد محمد رسول الله. هقل اخلص الاذان يخلص بس، واكلمكم تاني بعدين. هحط بقى شويه سمنه، اقلبهم ايه البطاطس، عشان زي ما قلت لكم في الاول، ما فيش زيت. هقلب البطاطس بسمنه، والله العظيم البطاطس اللي بتتقلب بسمنه ديت، لا لها طعم، حاجه تانية. لونها اصلا بيبقى حاجه تانية غير الزيت. خير كده، تحسي اللي خير امك كده وخير ابوك كده، من بتاع زمان كده موجود. حاجة تانية والله العظيم، والله العظيم جميلة جدا هي فعلا. السمنة دي لها حق تغلى برضو يا جماعة، تغلى والله العظيم بجد. الغالي برضو تمنه فيه يعني. يعني لو انت عملت طبخت وحطيت نص معلقة سمنة في التقلية او في اي طبيخ بتطبخيه، بتغير طعمه برضو خالص خالص يعني. حاجة تانية طبعا. الزيت هو اللي جاب لنا العية، والسمنة النباتية برضو هي اللي جابت لنا العية. ايام ما كانت الناس بتطبخ بالسمنه البلدي ديت وبتعمل بقى كل حاجه، ما كانش بتاعي، ولا كان بيجي لهم مرض وحش، ولا كان بيجي لهم الله اكبر يعني الحاجات الوحشه اللي احنا بنسمعها ديت. ما كانت الناس كده نظيفه، وكان قلبها نظيف، وكان ما فيش عايه ولا في حاجات من اللي كانت من اللي ماشيه الايام دي. مش عارفه ايه اللي جرى في الدنيا. الحمد لله والشكر لله. يلا الحمد لله، ربنا يشفي كل مريض يا رب، ويشفينا بالجمله، ويشفيك يا ام اسلام، ويخليك يا رب، ويبارك لي فيك. ادعوا لام اسلام يا جماعه بالشفاء، لان كانت مكلماني والامبارح، وكنت تعبانه جدا يعني. ربنا يشفيها يا رب كده، ويهدي لها اولادها ويخليهم لها يا رب. الحمد لله والشكر لله. ربنا يخلي لكم اولادكم كلكم يا رب كده، ويسترها معاهم دنيا واخره، ويحفظهم من كل وحش يا رب. ربنا يحفظهم من كل وحش. وادعوا لاخواتنا برضه بتوع غزه يا جماعه، ادعوا لهم بالشفاء كده، وربنا يتقبل مننا دعانا الدعاء دي، تتقبل مننا يا رب بحق النبي، ويسترها معاهم دنيا واخره. حمرت البطاطس اهيت بقى، واديت برضه تشويحه كده للبيض بالسمنه برضه. وارش بقى حبة دقة. هنطبخ، هنغسل بقى، هنغسل. انا مهيسة خالص النهاردة بجد يعني. هنغرب بقى شوية رز بتوعنا الحلوين، وانا دحلهم بقى شوية رز، شوية شوية رز سمنة برضو. هنرش بقى حبة سمنة بقى على الرز كده. ولو انت مثلا لو عايزة تعملي بقى حباية سلطة، حتة حدقة، وهيبقى احلى غدا يا جماعة، والله العظيم بالهنا والشفا يا رب. وبعدين يوم بيسلم يوم يا جماعة، والله يوم بيسلم يوم. يعني يوم مثلا بيبقى فيه لحمة، يوم فراخ، يوم بط، يوم رز ناشف، ويومه بعدي والله العظيم. العيال بتاكل وبتحمد ربنا، الحمد لله. احنا نعمة احسن من غيرنا. انا جايبه رز بره اهو. دي عيبها ايه السفرة الجميلة دي؟ زي الفل. انا والشفا يا رب اللي كان، والحمد لله والشكر لله. نحمد ربنا على كل شيء. وبشكركم من كل قلب على ركابكم وتعليقاتكم. والله يا جماعة، وفيديو صغير وخفيف يعني. ربنا يبارك لي فيكم يا رب. اسيبكم في رعاية الله.